السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين آمين. ازيكم حبايبي واخواتي في الله، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايه لكم النهارده فيديو واشتريت جديد ومتحمسة بجد بجد ان انا اوريكم كل حاجة، عشان بجد يعني الحاجات دي الاماكن دي كنز، اماكن كنز بجد، ويعني احنا تايهين عنها. انا النهارده الجمعة وفي سوق الجمعة يعني سوق الخردة، اللي هو اللي بيبيعوا الحاجات بتاعة الخردة. طبعا انا بدأنا السوق من اوله، لقيت في حاجات كده كلها حاجات رمضان. رمضان خلص وكل حاجه، بس زي ما يكون محلات بقى وايه وفرز محلات وكده. الفوانيس جديده طبعا، في مكسر وفي متبهدل. بصوا الفانوس مكتوب عليه 30 جنيه 35، وفي شمعات وافاجئ ان هو شغال كمان اهو. وده معرفش برضو عليه اسعار، كان مش عارفه. ده طالع من هايبر ماركت. بصوا المهم بتاعي كان مكتوب برضو عليه حاجة زي من 30 ل50، وده مكتوب عليه 5. دي واقعة الحاجة بتاعتها، بس محتاجة بطارية، وانا عندي شماعات كتير. في دي اهي كانت جاية كده فيها بطاريتين بايظين، حطيتها انا بطاريه والغطا بتاعها موجود بس مش موجود الزرار، فانا جبت زرار من واحده تانية وركبتها لها وركبت البطاريات وطلعت شغاله. المهم ان الحاجات كلها شغاله خارج محلات وحاجات زي كده. بصوا ما شاء الله هي منوره وحلوه. وبصوا هنا كمان عامله ازاي البتاعه دي، بصوا شكلها، وفي شكلها في الضلمه تحفه اكتر من كده. بصوا عامله ازاي، انا بحب الشموع دي واللي هي فيها جليتر بالذات، وعندي بقى فوانيس وكده هتنفع قوي. وهي اصلا شكلها في الغزاله قصدي في البجعه كده لوحدها جميله. انا كنت حاطه فيها شمعه صغيره بس دي حلوه. المهم خلينا نكمل. هيد لكم النور تاني اهو. يبقى شويه الحاجات دي معاها المصفى دي، والله المصفى دي انا مطلعاها من كيسه، والفوانيس وده والجراب ودول كده اهو. الحاجات دي كلها كده. وده بتاع باسكت بتاع اسمه ايه ده، بتاع عربيه باسكت ورق وحاجات. ودي في الاخر اداها لي كده فوقيهم. طيب كل الحاجات دي كلها بكام؟ ونسيت اوريكم دي. هي المفروض ان دي لقيت منها كتير قوي، المفروض انها بتاعه نتيجه رمضان بتعلق فيها الارقام كده، وللاسف ما لقيتش اي نتيجه من اللي بتتعلق، فاخدتها كانها تبقى تابلو شكلها حلو. المهم دول كلهم كده مش هتصدقوا، دول ب50 جنيه. معاهم دي يا جماعه، دي مساحه. هو قال 100، قلت له لا 100 ايه، انا هاخدهم على 50 ليه كده ماشي. وراح سكت. عايزه اخد دي مساحه ازاز، وايديها طويله اهي حوالي 40 سنتي. انا جايباها عشان شباك الالوميتال من بره ما بعرفش انضفه. عايزه اقول لكم ان دي مكتوب عليها 30 جنيه، وكان في منها كتير هناك. يبقى القطعه واقفه تقريبا عامله، قال لي ده انت واخده 10 قطع وهم اكتر من 10 قطع. القطعه ب 10. قلت له لا دي الحاجات انا مش ضامنها تكون شغاله ولا لا. يعني عندكم الفانوس ده مش شغال محتاج بطاريه، بس انا واخداه كديكور صراحه. يعني انا الفوانيس معظمها واخداها ديكور. يبقى شويه الحاجات دي ب20 جنيه. بعدها وانا واقفه عنده شفت دول كان ابني عايزهم، مش عارفه اسمهم ايه، نسيت اسمهم. هما جداد بالمسامير بتاعتهم اهم. جبتهم. قال لي الواحد ب10، مش عارفه ولا قال لي ب20، او قال لي الاتنين ب30. قلت له لا انا هاخد الواحد ب5، انا مش ضامنه يكونوا شغالين ولا لا. هما شغالين محتاجين بطاريات بس اهم. هي بس اللي لقيت ده بعد ما جيت مش خدت بالي في اللي هي البتاع اللي فوق اللي زي دي، الغطا اللي هنا المسمار بتاع المسمار. يبقى ادي الحاجه دي كده، دي من مكان. طيب رحت لقيت واحد بعد ما مشيت عنده صف شابوهات من دي. شابوه بصوا يا جماعه، والله انا مش عارفه هو طالع في الصوره صغير ليه. انا عايزه اقول لكم ان عرضه ممكن من 50 ل 60 سنتي اهو من جوه اهو، شبه البوك كده. شبر 2 3 اكتر من 3 شبر. المهم قال لي الواحد ب15، خدت الاثنين قال لي الواحد ب10، انا كنت ببيع الاثنين ب15، اخدت الاثنين ب15. بصوا الشابوه اصلا جامد. هي الفكره انه فاتح ومتبهدلين، فقلت ان شاء الله هحاول انضفهم. طيب انا عندي لمبادير حطيته فيه شكله تحفه والله، كلاسيك كده زي بتاع زمان. لو حبيت اغير الشابوه بتاعي اهو، او هجيب اباجوره او احطه في اي اباجوره عندي تحفه. بصوا يا بنات من بعيد اصلا اهو شكله جميل. عايز بس المكان يتظبط ومع الرواقه كده. بس انا بس عشان لسه جايه من السوق من ساعه، يا دوب جهزت الفطار وكده. صحيت الصبح رحنا بدري، وبعدين جيت بقى عشان اجهز الفطار عشان نشوف ورانا ايه. في ايه بقى تاني؟ ده
جبته من واحد ب20 جنيه، فصلت معاه يعني خدته على 10. والاقي فيه في ناس رخمه بتفصل وفي ناس لا، في كمان بتاعه معطر بتودع بس شغال، بس طبعا محتاج بطاريات قويه، انا اصلا يعني عايزاه للحمام. يبقى دي ده جبت فيه بقى حاجه تانية لسه. دول من مكان تاني، رحت لقيت واحد عنده براويز وكان عنده منظمات تلاجة، سبتها على اساس ان في حاجه اروح اجيبها وارجع له، لقيت المنظمات مشيت اتاخدت للاسف، بس قلت يلا خير. عنده براويز. وللاسف انا مش انا اللي بجد نفسي افهمه ومستغرباه ازاي الناس بتطلع صورها او صور عيالها بالبراويز كده يا جماعه، اللي هو ايه للدرجه. المهم انا شطفتهم حتى مش عارفه مطلعين ايه في ايدي، وقلت هطلع الصور، انا مش عارفه بجد اتصرف فيها، قولوا لي اعمل فيها ايه، يعني احرقها اقطعها. واطفال يعني جميله والله صورهم حلوه. مصر الجديده، شارع ده جاي من مصر الجديده. ودي بتاع بنوته صغننه كلهم ابيض واسود بتوع زمان. وجبت من عنده دي هي المفروض انها بتاعه تحاليل، بس انا مش جايباها بتاعه تحاليل، انا حاطه لها فيها ميه بس بغسلها، لاني لقيت فيها من تحت رواسب كده مش عارفه ده ايه، فانا كنت حاطه فيها ميه بصابون مخمرها، بس هي عايزه واضح انها مش هتتنضف ولا بفرشه. المهم قال لي المجموعه دي ب50، قلت له 50 انا هاخد الحاجه على 10 وخلاص، لان الراجل ده بيتنشن شويه وحاجته غاليه. قال لي ده مش عارف ايه، قلت له الحاجه اصلا قديمه، يعني انا شطفتها، هي اللمعه اللي فيها دي عشان اتشطفت، لكن كانت باينه انها هلكانه. ده غير بصوا البرواز الخشب ده مكسر يعني ممكن اي خبطه اي بتاع يتكسر، فانا هحاول برضو ارممه، يعني اعمل له يعني اعاده تجديد كده واعاده تدوير. جيب 10، يعني انتوا متخيلين شويه الشيله اللي انا جايباها دي كلها ممكن يجابوا 110 120 جنيه، منها 50 60 70 80 90 100 120، قولوا 120 كلهم، كل اللي انا جبته ب120 جنيه، شويه الحاجات اللي دي كلها. والشابوهات دي اللي بجد اللي تحفه، انا المشكله ان هما كانوا معظمهم متبهدلين ومتعفرين، وعايز بقى اللي يقعد ينقي او ينظف، ممكن الواحد ياخد يعني يبيعهم كمان، بس انا جبت 2، قلت يعني اغير فيهم، واحد اتبهدل حبيت احطهم في 2 لمبادير قدام بعض اباجور اي حاجه. بجد يا جماعه الاسواق دي رهيبه وفيها كنوز، الناس بترمي والناس مستغنيه، حاجات ضايعه، فرز محلات، بس معظم اللي انا خدته النهارده ده كله بواقي محلات، الا طبعا الحاجات اللي زي كده دي، فدوروا عليهم في كل مكان، هتلاقيهم في القاهره في السيده عيشه والسيده زينب، والله ما فاكره، في هناك سوق خردة على اكبر وعلى اوسع، في حاجات كتير واجهزه واللي يفهم. جبنا موازين شخصيه ب50 جنيه الميزان، وشغال ميزان شخصي اللي هو الديجيتال اللي بيتباع بره ب250 و300 جنيه، الميزان شغال. خدوا معاكم بطاريات وحاجات تجربوا فيها، والحاجات دي يعني بجد هتنفعكم. احنا السوق ده عندنا هنا في الزقازيق على صغنن كده، انما في بتاع القاهره على اوسع وفي حاجات اكتر. انا خلصت الفيديو كده بسرعه يا بنات، فيديو خفيف كده وسريع، اتمنى يكون عجبكم واستفدتم منه، وادعوا لي بقى لو استفدتم من الفيديو، وبجد انصحكم بجد والله تروحوا للاماكن دي هتستفادوا جدا. يلا مش تنسوا بقى تحطوا لي لايك وتشتركوا في القناه اول مره تشوفيني، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلك من الجديد، وعايز تسالوا تحت امركم في الكومنتات. ولو عايزين اي سؤال او اي حاجه تسالوني على اي حاجه برضو هرد عليكم على طول. واستنوني في فيديو جديد، وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.